الدكتور جابر عصفور انه غير هذه الوجهه تماما، ضاربا عرض الحائط بقرارات اللجنه العليا للقيادات والمسابقه العامه اللي تم اعلانها، واسند مهمه الهيئه العامه لاصول للثقافه الجماهيريه للاستاذ الدكتور عبد الناصر حسن اللي كان ساعتها رئيسا لدار الكتب والوثائق القوميه. وقلنا يعني ننتظر، ما احناش فاهمين ايه اللي حصل. واستدعاني ساعتها الدكتور جابر عصفور وقال لي هو مطلعك هنا تاني هتقبل تشتغل نائب رئيس هيئه؟ قلت له يا فندم انا شغال مع حضرتك وانا استاذ في المعهد العالي للفنون المسرحيه، وبالعكس احنا كلنا معاك، احنا الوسط الثقافي كله متفائل خير بان حضرتك هتعمل نقله في الثقافه بشكل عام، وانت مثقف كبير واحنا نعلم كلنا قيمه وقدر الدكتور جابر عصفور. قال لي طيب خلاص وشكرا وضمني اللجنه. وبعدين مرت امور عجيبه جدا خلال الكام شهر الاولانيين دول. سمعنا عن قرار اللجنه العليا للنشر لو تذكروا، سمعنا ان الدكتور جابر مش قادر يشوف هيئه اصول الثقافه بشكل موضوعي وحقيقي، فاسند وطلب من الرقابه الاداريه في شهر اغسطس انه الرقابه الاداريه تراقب، وده الحقيقه كان سلوك محمود جدا. وساعتها الحقيقه رغم كل الخوف اللي اصاب بعض الناس في بعض الجهات وحاولوا يأولوا القرار ده تأويلات مغلوطه، انما كتير جدا من الشباب وكتير جدا من الموجودين جوه الثقافه الجماهيريه ومنهم حضراتكم كانوا سعداء جدا بهذا القرار، لانه بالفعل الرقابه الاداريه هي جهه رقابيه بنحترم رايها، وهي دقيقه جدا، وهي بتصل في قدرتها على انها تمحص الاشياء. كلنا نثق في هذا الجهاز. قلنا فرصه كبيره جدا ان بالفعل كل اماكننا في الثقافه الجماهيريه في كل المحافظات يتم مراجعه مستنداتها، ويتم مراجعه تسوياتها، ويتم مراجعه عمليات الانشاءات المفتوحه في اكثر من 20 موقع على مستوى الجمهوريه، وهي عمليات انشاءات كبرى. وده الحقيقه كان مكسبنا برضه، وبنشكر الدكتور جابر عصفور عليه، لانه بالفعل ده مكننا من ارضيه صلبه من المستندات. هذه الارضيه الصلبه لا تقبل التاويل، وهي شاهد اساسي وهي شاهد رئيسي على كل ما يمكن ان اقوله او يقوله غيري من حتى الزملاء المتخاصمين، لان المعركه شرسه جدا. لما رحت فوجئت بقرار حكم محكمه بيطيح بزميلي الشاعر مسعود شومان، وبيطيح بيه من مدخل اساسي، والحقيقه هو بطلان تشكيل لجنه القيادات. ليه؟ لانها غير مشكله على النحو القانوني، وده ليس طعنا في احد. وساعدنا وسعينا ان الزميل الشاعر مسعود شومان يبقى رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبيه. ايا ما كانت المساله احنا هنحترم احكام القضاء. وفوجئت بتكليف الاستاذ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافه ليا بالاشراف على الهيئه العامه لاصول الثقافه الى جانب البيت الفني للفنون الشعبيه، في سابقه خطيره برضو الحقيقه تدل على طبيعه ولحظه وسرعه اتخاذ القرار. وساعتها حتى واحد من اصحابنا قال لك ده انت باين لك كده وزاره مش عارف ايه وتبقى مسكت البلد كلها. وده كان شيء عجيب برضه. واندهشت، بس الحمد لله كنت جاهز وكنت مدرك طبيعه المؤسسه، وكنت بالفعل ذاكرت في علوم الاداره وعرفت اساليب الاداره الحديثه واشكال الاداره على المستوى الجماعي، وعرفت ازاي ان انا استطيع ان انا اخلق قنوات للتواصل مع كل مستويات الهيئه، سواء ال 17000 موظف الموجودين في الهيئه او في مستوى الالاف الموجوده من مبدعين ومثقفين وشعراء وادباء، وتواصلنا باشكال مختلفه. عرفت ان الاداره الجماعيه هي مدخل مصر في المرحله اللي جايه، لان بالفعل قتلوا يعني عندنا
فضيلة كانت من أهم فضائل الشعب المصري، وهي فكرة العمل الجماعي. زي ما كنا بنشوف الصينيين وندرك أنهم يتحركون كخلايا النمل، المصريين على فكرة دي كانت أهم سماتهم. أنا شفت مع السيد محافظ أسوان من قريب الفيلم الجميل الرائع عن بناء السد العالي، وتشوفوا خلايا النمل من المصريين العظام اللي استطاعوا انهم يبنوا مشروع بالشكل ده. لو شفتوا ده مع كلام الاستاذ محفوظ عبد الرحمن هتشوفوهم ان هم دول خلايا النمل اللي حفروا قناه السويس. هتشوفوهم هم دلوقتي الشباب اللي موجودين باعداد رائعه شغالين بيحفروا قناه السويس الجديده. كل المشاريع العظمى والكبرى في مصر لا تبنى الا بالعمل الجماعي، وانا مؤمن بده وسلمت بيه من اللحظه الاولى. وعرفت ان الهيئه العامه لاصول الثقافه سمت عوار قانوني وشرعيه قانونيه بتنتاب هذه الهيئه. اذا كان اتيح برئيسها عن طريق حكم محكمه لبطلان في تشكيل لجنه القيادات، فورا اتخذت الاجراءات اللي تكفل لي انا شخصيا ضمان شرعيه قانونيه. كيف اضمن لهذه الهيئه اللي هيصيبها العوار؟ هذا العوار لم يصب رئيس الهيئه وحده، هذا العوار اتضح انه يمتد اثره الى اصابه 26 درجه من الدرجات القياديه بالهيئه العامه لاصول الثقافه في مقتل واعلان متكامل. هذا الإعلان اللي يطيح بحوالي نسبة 50% من قيادات الهيئة العامة لأصول الثقافة. فورا أدركت خطورة الفترة اللي أنا بشتغل فيها. أنا عارف إن أنا كنت بسابق الزمن، عارف كويس، وأدركت خطورة اللحظة إن أنا فورا لازم أعدل وأعيد تشكيل لجنة القيادات بما يضمن لها شرعية قانونية أساسية لا يقبلها العوار مرة أخرى، علشان نؤسس لشرعية هذه المؤسسة. وفورا شكلنا لجنة القيادات من أساتذة عمداء لكليات مختلفة في التخصصات المختلفة، سواء في الحاسب الآلي، في اللغات، عميد كلية الألسن، في التنمية البشرية، في حتى بكل الأجهزة. أصرينا ان تظل هذه اللجنة قانونية، لدرجة ان السيد مستشار السيد الوزير قال لي احنا هنتخذ الطريق ده في تشكيلك للجنة في تشكيل كل لجان القيادات. هذه الطريقة في التشكيل، لان للأسف كانوا دايما بيشكلوها داخليا من ان الاستاذ محمد بيعرف انجليزي فيقول له خلاص انت المسؤول عن ان انت بتاع الانجليزي وبتاع اللغه، والاستاذ اسماعيل بيعرف كمبيوتر يبقى هو ده المسؤول عن الحاسب الآلي وهو اللي يحط درجاته. وبالتالي كانت بتصدر القرارات غالبا، وده اللي عانى منه كتير من زملائنا في مساله تقدمهم بكتير من الاعلانات، واصاب كتير من الشباب بالاحباط، ان تقريبا خلاص ما دام الاستاذ ايمان وهو المدير العام بتاعي الموجود مقدم على الدرجه، انا هقدم ليه؟ ده هي معموله له. وظهر جليا كتير جدا يقول لك الاعلان ده نازل على ناس بعينها. ده ليه؟ بسبب طريقه تشكيل وقانونيه تشكيل لجان القيادات. عدلت لجنه القيادات فورا، واصريت على ان احنا نبدا نتفاعل مع المرحله اللي جايه. انا عندي اعلان هيبقى فيه 40 درجه معلنه من قيادات الهيئه. الاعلان ده فورا لازم اعدله جيل جديد من القيادات، واكون مستوفي فيه الشروط القانونيه. انا لا اجترئ ابدا على القانون. احنا مصر اعظم ما فيها زي ما قلت قبل كده انها سلمت نفسها للقانون، وان النظامين وبكل رموزهم وبكل قياداتهم استسلموا جبرا او كرها او حبا او كرامه او ايمانا بالدوله انهم يدخلوا جوه قفص الاتهام ويسالوا امام قاضي عادل. كلنا احنا سلمنا ده، ودي قاعده اساسيه. وبالتالي عديت مجموعه، قلت فورا كلفت الاداره العامه او الاداره المركزيه للتدريب فورا بحصر كل الشباب اللي حصلوا على الدرجه الاولى باقدميه سنتين، لان انا محتاجهم فورا علشان يتقدموا يبقوا منافسين شرفاء. كنت واضح علشان لا اعتدي على القانون. منافسين شرفاء
لأي قيادة ترى في نفسها سواء من خارج الهيئة أو من داخل الهيئة إنها تتقدم لأي وظيفة من هذه الوظائف. وكنا بدأنا كمان نستعد إن احنا نستجلب المثقفين من خارج الهيئة علشان يبقوا جزء من حركها. طول عمر الثقافة الجماهيرية وأنا ابن من أبنائها، طول عمري من وأنا عيل صغير بتفرج على أعمالها وبشارك فيها لحد ما بقيت على رأسها، وأنا أدرك أن هذه المؤسسة إذا تحركت إيجابا تحرك معها وجه الوطن.